ازيك؟ ايه الاخبار؟ كترت حوارات المراه ومشاكلها وخصوصا العاطفيه منها، فقررنا نعمل لك سلسله اسمها ما تثقيش. السلسله دي هتوضح لك مين اللي تثقي فيهم ومين اللي ما تثقيش فيهم. واول حد ما تثقيش فيه هو انا. واحد عامل لك فيديو كامل بيقول لك تثقي في مين وما تثقيش في مين. تثقي فيا ليه حضرتك؟ انت بنت خالتي، تفرقي لي في حاجه؟ وده كان من باب المصداقيه. نرجع بقى لكلامنا. اهم حد ما تثقيش فيه بناء على الليسته هو المهندسين وخريجين هندسه. وانا من باب ان انا خريج هندسه، انا قايل لك قبل كده ما تثقيش فيا، فاسمعي كلامي وانت ساكته. خريج هندسه هيبقى وافي جدا، ولكن مش من باب ان هو بيحبك، من باب ان هو خلقه ضيق ومش عايز وجع دماغ. هل انت هتحبي هذا النوع من الوفاء؟ لا، خني طالما وفائك مش اوت اوف لاف، خني. غير ان خريج هندسه انت مش هتشوفيه، هو يا اما في الشغل يا اما في البيت بيتكلم في التليفون مع الناس بتاعه الشغل، فدي عيشه تاثر العمر. وما تنخدعيش ببدايه العلاقات. في بدايه العلاقه هتساليه بتحب السهر، هيقول لك اه. هتفتكر ان الحياه حلوه ويلا وهنسهر ويلا بينا على كايرو جاز ويلا على مفيش الكلام ده. هو قصده السهر في الشغل لو فيها اوفر تايم، لو ما فيهاش اوفر تايم فدي الاجابه النموذجيه اللي بيرد بيها على الانترفيوز كويستشنز، اللي هو بتحب السهر؟ اه بحب السهر طبعا عشان يوظفوه. فما تبقيش عبيطه وتنخدعي. ما تثقيش في بتاع هندسه. من ضمن الشباب برضو اللي اوعي تثقي فيهم مهما صلحت اخلاقهم، هم اللي بيلبسوا بنطلون سكيني وخصوصا لو لونه اسود. طبعا انا هنا اقصد البنطلون اللي لونه اسود مش الشخص، ما احنا مش هنعنصر في اول الليسته بتاعتنا. وده لان اللون الاسود بيلم تراب. فتخيلي معايا شخص اختار بنطلون بمزاجه يفضل ماسك على لباليبه من اول تحت لحد فوق وكمان لامم تراب، ما بيهتمش بنفسه لهذا الليفل. هيهتم بيكي ليه؟ هيخنقك يا ماما. ما تثقيش فيه. ده غير ان البنطلون شكله وحش. هتقولي لي دي اذواق، هقول لك انا طب ما انا ما عنديش انا حريه اختيار الاذواق. انا في حاجات ما فيهاش حريات. وبرضه من الشباب اللي اوعي تثقي فيهم هو الشباب اللي ساكنين في منطقه الشيخ زايد. ده شخص اختار البعد عن متع الحياه وجمالها في التجمع الخامس عشان يسكن في اخر الدنيا في الشيخ زايد. هتقولي لي الدنيا هناك انضف، هقول لك متفق معاكي بس برضه ما تثقيش فيه. بعيد قوي يا ماما. انت لو احتجتيه مش هيجيلك، المشوار طويل جدا عليه، مش هيجي. مش ده بيعمل الميتنجز بتاعته زوم كول لو الناس في التجمع. فكره ان انت ترتبطي بواحد في الشيخ زايد بعيد جدا، زي اللونج ديستانس ريليشن شيب. زي ما تكوني انت مثلا مصريه وبتحبي واحد من تونس، مش هتنفع، مش هتكمل. فرهدنا كتير زمان. اهدي بقى. ولو انت بنت ساكنه في الشيخ زايد برضه ما ترتبطيش بحد من الشيخ. اصلا انت لو بنت ساكنه في الشيخ زايد بتتفرجي عليها ليه؟ بتقلبي الفيديو مش موجه ليكي خالص. ومن ضمن الشباب اللي اوعي تثقي فيهم بس اوعي تقطعي معاهم، هنعوزهم اي شاب راكب مرسيدس سي اي سيريز بقى، اي رقم جنبها، لان بنفس السعر ده تقدر تشتري عربيات عمليه اكتر بكتير جدا. ولان انا من تيم البي ام دبليو، اي نعم انا لا معايا مرسيدس ولا بي ام، بس احب احدد انا في انهي حته. ده شخص فضل الشكل الاجتماعي على القيمه العمليه الفعليه للمنتج. هتعمل في بنتنا ايه؟ رد عليها، هتعمل في بنتنا ايه؟ ولكن لو انت شخص مهم عنده الشكل الاجتماعي، ما فيهاش حاجه لما تثقي فيه يومين في الاسبوع وتحكي لنا العربيه دي ادائها عامل ازاي في المطبات، هل فعلا ثابته في المطبات، وهتحكي لنا اكتر على العفشه، هل هي فعلا ناشفه ولا ده كلام اسر ديل من الناس اللي معهمش العربيه. ما انا مش هضلك. انا لو بنت وتقدم لي واحد عنده سي تايب مش مهم اي، يلا تمام نشوف. ومن ضمن الناس اللي مهما يجرى ما تثقيش فيه حتى لو اتغير، اي شاب بيشرب البتاع اللي اسمها اي، مش هينفع نقول اسمها عشان ما يترفعش علينا قضيه، لان ريحتها شبه ريحه الدراي فود بتاعه كلبي. فعليكي بايه من ده كله؟ يركب جنبك مره ولا بتاع تمسك الريحه في شعرك وتمسك في هدومك تبقي ماشيه شبه الدراي فود بتاع الكلاب. ليه يا ماما؟ ليه كده يا ماما؟ ايه اللي يخلي انسان عاقل راشد سليم يقرر انا همسك الريحه النتنه دي احطها في صدري؟ لا، انا ما اثقش فيك لبنتنا يا بابا. انت اناني. انت لو اناني قول لي ما نثقش فيك من الاول، معلش. فاي حد بيشرب البتاعه دي ما تثقيش فيه من نفسك. ولو وثقت فيه بقى ربنا يوفقكم مع بعض في حته مقفوله انتوا الاثنين بعيد عن المجتمع بقى، مش ناقصه ريحه دراي فود كلاب. انا ومن ضمن الناس اللي تبقي حذره جدا وانت بترتبطي بيهم لو شغال سيلز في ريل استيت. هو معظمهم ناس كويسه، ولكن في منهم ناس بيبقوا من شقه لشقه، حتى لو في سياق الشغل انا الجمله مضايقه ودني. ده غير ان انت مش هتعرفي تمسكيه، لان اي واحده بيكلمها ممكن تبقى عميل وبوتنشال عالي جدا ان انا احقق بيه التارجت. افتحي بقك، وقفي له مسيرته، وقفي مستقبله. فليه من الاول؟ ده غير ان انتوا لو اتخانقتوا هيفضل طول حياته همه ان هو يهندلك. هتقولي لي دي حاجه حلوه، هقول لك اه، لكن في مره حد هندل اخويا خلاه يدفع مقدم شقه في الساحل الشمالي، وحتى هذه اللحظه من 8 سنين الشقه ما قامتش. مش ضمان انا بالهندله دي. الحاله الوحيده اللي ترتبطي فيها بسيلز ريل استيت لو محقق التارجت، لان صدقيني وقتها طز في اخلاق وطز في الهندله، هتعيشي حياه جميله مبسوطه. بنسمع بياخدوا كوميشن ملوش حل، تولع بقى الهندسه والطب، تولع كل حاجه قدام الكوميشن ده. اسمعي مني، انا عارف انا بقول لك ايه. قلت لك قبل كده مش هضلك. نكمل بقى في الليسته بتاعتنا. ما تثقيش في حد بيروح كايرو جاز العجوزه، مش 610 اللي في الشيخ زايد، لا العجوزه. ليه؟ لان العجوزه ريجولار فيسز، فمعنى كده ان انت بتروح كتير جدا ان هم عرفوا شكلك. فانا اثق من انت قاعد هناك على طول. انت امتى هتشوف بيتك وعيالك ومصلحتك يا حبيبي؟
تثقي فيه بس لو انت رحتي وما رضيوش يدخلوكي وقعدوكي على السلم اللي بره اللي جنب مكنه الاي تي ام، وقتها ثقي فيه، خشي اتعرفي على ناس جوه احتمال تثقي فيهم. وتاني شخص ما تثقيش فيه لو حد ما بيحبش محمد محي. محمد محي طيب وجميل واخلاقه جميله ومشاكله قليله، فلو انت ما بتحبش محمد محي معنى كده ان انت عوق، ان انت عندك مشاكل، ان انت عندك ايشوز. بتسمع مين بقى؟ بتسمع ميتال؟ بتسمع عبده شيطان؟ مش هنتقبل حريه الراي في الموضوع ده. فالاثنين دول ما تثقيش. اكس اول ما يتقدموا لك اكس. وبرده من ضمن الناس اللي اوعوا تثقي فيهم لو شخص فيجيتيريان. انا جو الارانب ده انا ما بتقبلش حريه الراي في الاكل والشرب. مفيش حاجه اسمها تبقي خارجه معاه مثلا رايحين سيزلر يطلب لك طبق السلطه الكبير ليه وانت بقى كلي من ديش براحتك. لا، انت تشاركني فرحتي، تشاركني الاكل اللي باكله، لكن لا بتاكل لحمه ولا فراخ، وساعات بقى بسكيتيريان بتاكل سمك بس. انا مش عايز هبل في الاكل والنبي، انا مش عايز هبل وافتكاسات في الاكل. كل اللي محطوط قدامك. انا اهلي كانوا بيطبخوا الطبيخ يحطوه قدامنا، كلته ما كلتوش، وكانت جمله ابويا الشهيره ما حدش بيموت من الجوع. هتاكل لي خس وجزر وسجق، حتى السجق ممنوع يا اخي. تثقي في واحد ما بياكلش سجق. من الاخر في الجزء الاول من هذه السلسله ما تثقيش غير في ابوكي واخوكي في اول الشهر. اخر الشهر بيبقى محتاج فلوس بيجر نعم معاكي. انا عارف انا بقول لك ايه. وده ريسيرش محترم جدا معمول. انتظري مني الجزء الثاني ان شاء الله. يلا سلام عليكم.